ابنك جاله اسهال، اول حاجه تعمليها قبل ما تدي فلاجيل وانتينال وما اعرفش ايه والخزعبلات دي، تروحي تديله محلول جفاف. مش كل الاسهال نزلات معويه، ومش كلهم بيتعالجوا بالمطهرات والكلام اللي انتوا حافظينه وبتفضلوا ترددوه. انما اهم حاجه محلول الجفاف، هو ده اللي ينقذ الطفل انه يدخل في جفاف لحد ما تكشفي وتشخصي هل هي فعلا نازله معويه، وايه العلاج اللي يناسب ابنك ده في العمر ده في الحاله دي. المهم، ايه هو محلول الجفاف وجرعته بتتعمل ازاي؟ رقم واحد، عندنا نوعين في الصيدليه، في محلول جفاف جاهز وفي نوع محلول جفاف اكياس. الاثنين ينفعوا، ولكن الجاهز بيبقى غالي شويه، وهم عاملينه بشكل العصير عشان يغري الطفل والطفل ياخده بسهوله. ينفع وزي الفل بس غالي، ب 50 جنيه وب 70 جنيه وب 100 جنيه. الاكياس تلاقي الكيس واقف عليك ب 3 4 جنيه ولا 5 جنيه، وتدوبيه في كوبايه ميه كامله. كوبايه الشاي بتاعتنا دي تمليها ميه، مش نصها زي الفوار، لا تمليها كلها، وكده تدوبي فيها الكيس، وكده ده المحلول الجاهز يعادل الازازه الجاهزه اللي انت اشتريتيها. المهم، الطفل هياخد قد ايه بقى من العصير ده الجاهز او اللي احنا جهزناه من الاكياس؟ هياخد 10 اضعاف وزنه. يعني لو الطفل مثلا 10 كيلو، يبقى 10 في 10 ب 100، يبقى عايز 100 سم كل مره اسهال او ترجيع. ال 100 سم دول اللي هو نص الكوبايه ال 200، ما هو مكتوب على الكيس بيتفرغ في 200 سم، يبقى نص الكوبايه كل مره اسهال. هياخد النص كوبايه دي مره واحده، واقعدي بقى اديله معلقه بمعلقه، وحطها له في الببرونه وهو يشربها، او سرنجه بسرنجه. المهم يعني تفهمي ان ابنك محتاج 100 سم كل مره اسهال.